مواصفات فولكس فاجن اي دي 4 الكهربائي. اي دي 4 عربية كروس اوفر كهرباء متعددة الاستخدامات، جديدة كليا. بتعتبر أول عربية كهرباء طويلة المدى للعلامة التجارية الفولكس فاجن، بمدى بطارية يصل ل 402 كيلومتر مع إمكانية الدفع الخلفي أو الدفع الرباعي. التحفة الفنية دي حطوا فيها أفضل ميزات ديناميكيات القيادة الحالية من فولكس فاجن. حطوا فيها تصميم جريء جدا، تكنولوجيا متقدمة مع قدرة بطارية بعيدة المدى. حاليا فولكس فاجن الكهربية اي دي 4 بتخوض منافسة مع فورد موستنج ماك اي وشيفروليه بولت وهيونداي كونا وكيا نيرو. والموديل ده من فولكس فاجن اللي هو الاي دي 4 بيصل ل 402 كيلومتر لكل شحنة، بالإضافة لنظام دفع رباعي والمحرك أمامي ببطارية قدرتها 82 كيلو وات في الساعة، متفوقة على شيفروليه بولت اللي هي 66 كيلو وات، وكيا نيرو اي في، وهيونداي كونا الكهربية اللي هم 64 كيلو وات، وموستنج ماك اي اللي هي 75.7 كيلو وات. وده اللي بيخلي فولكس فاجن دي 4 بتقطع مسافة كبيرة قبل ما تحتاج لشحنة تانية. تم وضع المحرك الكهربائي ده في مقدمة العربية، وده بيدي إمكانية الدفع بجميع العجلات اي في، وبيعزز الطاقة ل 302 حصان أو 225 كيلو وات، وعزم الدوران 441 نيوتن متر. وممكن شحن الاي دي 4 بكل من قدرة الشحن السريع للتيار المتردد الاي سي اللي هو الالترنيتد كارنت، والتيار المباشر الدي سي اللي هو دايركت كارنت. بيسمح الشاحن الموجود مع العربية بقدرة 11 كيلو وات بشحن البطارية في المنزل في حوالي ساعة واحدة. والشحنة دي بتحرك العربية مسافة 53 كيلومتر. أما لو شحنتها شحنة كاملة، وده بيتم في حوالي 7 ساعات ونص، وفي المنزل برضو الشحنة دي بتحرك العربية مسافة 402 كيلومتر. لو هتشحنها في محطة شحن سريع اللي هي المحطات الموجودة في البنزينات اللي هو التيار المستمر اللي هي موجودة في الشوارع برضو بره، الشحنة دي بتبقى 125 كيلو وات، وممكن الاي دي 4 تتشحن من 5% ل 80% في حوالي 38 دقيقة. تصميم فولكس فاجن اي دي 4 بيمثل خطوة نحو المستقبل، وفي نفس الوقت احتفظت فولكس فاجن بالعلامة الشهيرة بتاعتها، وبتحطها على مقدمة العربية نظرا لعدم وجود شبكة، لأن العربيات الكهرباء ما فيش قدام رادياتير، فمش محتاج يركب شبكة علشان تدخل هواء للرادياتير. نفس الشكل اللي محطوط بيه العلامة دي هو اللي محطوط في الفولكس بيتلز القديمة اللي كان المحرك بتاعها ورا، كان بيتحط لها العلامة بتاعتها قدام بنفس الشكل. المصابيح الأمامية والخلفية في العربية دي كبيرة وال اي دي. تصميم الاكسدام بتاعها والأمامي والخلفي والهيكل تصميم انسيابي جدا. الانسيابية بتاعت العربية الاي دي 4 أو احنا بنسميها معامل السحب في الموديل ده بالذات بيصل ل 28 من 100، وده معدل جيد جدا مقارنة بباقي العربيات الاس يو في كهرباء. من ناحية الهيكل تم تصميم الاي دي 4 عشان تبقى قوية ورشيقة في نفس الوقت، وهنلاقي ان الهيكل بتاعها والجسم مصنوعين من الفولاذ مش من الالومنيوم ولا حاجة. والتعليق الامامي من نوع الدعامة مع اذرع تحكم منخفضة وسوسة مساعدين، وفي قضيب مضاد للالتفاف في الخلف. وبتستخدم فولكس فاجن الاي دي 4 محور خلفي متعدد الوصلات مع سوسة ومساعدين وقضيب مضاد للالتفاف برضو. عجلة القيادة مصممة بعدد 3.5 لفة من القفل للقفل، او بمعنى اخر يعني من اخر اليمين لاخر الشمال 3.5 لفات الدركسيون بيلفوه. نص قطر دوران العربية دي نص قطر نجمي بيبلغ 10 متر. الاي دي 4 عربية رشيقة جدا، خاصة لما تيجي تقارنها مع عربية دفع رباعي مدمجة تانية. بتتميز الاي دي 4 بفرامل قرصية على العجلات الامامية واسطوانات في الخلف. والاختلاف ده في الفرامل بين العربيات الكهرباء والعربيات البنزين خاص باحتياجات العربية الكهرباء، نظرا لان العربيات الكهرباء بتعتمد على الفرملة المتجددة، كل شوية بتحصل فرملة. فلو اتحطت فرامل اقراص في الخلف هتكون اقل فاعلية من الاسطوانات، وبعد فترة طويلة من عدم استخدامها بكثافة الفرامل هتبوظ. عشان نتأكد ان التحول للطاقة النظيفة في الدول المتقدمة شيء هام وجاد جدا، مش كلام في مؤتمرات وفض مجالس وخلاص،
عايزكم تبحثوا عن اتفاقيات كل دولة مع شركات صناعة السيارات في العالم، اللي منها اتفاقية الولايات المتحدة والصين وأوروبا مع شركة فولكس فاجن وغيرها من شركات صناعة السيارات الكهربائية. فمثلا الولايات المتحدة الأمريكية تشجيعا على التحول للعربيات الكهربائية قدمت عروض مع كل شركات السيارات ومنها فولكس فاجن، وعملت عرض رهيب جدا مع شركة فولكس فاجن، وإن العربية بعد شرائها معاها 3 سنوات من الشحن السريع المجاني في محطات الكتريفاي أمريكا، اللي هي محطات الرسمية في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي أوروبا حصل نفس الكلام، ولكن كان أزيد من كده كمان. كانت الاتفاقية إن يبقى فيه 3 سنين من الشحن المجاني، من الشحن السريع المجاني، وصيانة مجانية. يعني بمعنى ان اللي هيشتري عربية كهرباء هيسوقها لمدة 3 سنين بدون اي تكاليف، لا شحن كهرباء ولا صيانة. وده طبعا عرض زود مبيعات فولكس فاجن وباقي شركات السيارات الكهربائية في العالم، وبدأ المواطنين فعلا في الدول المحترمة دي في التحول للطاقة النظيفة وللعربيات الكهرباء، وبدأت شركات صناعة السيارات للاستغناء عن خطوط الإنتاج القديمة للعربيات اللي شغالة بالوقود. أي تحول من حال لحال لازم يكون فيه عروض، والطبيعي ان اي دولة لازم تعمل عروض. العرض بيكون دايما هو المحفز اللي بيخلي المواطن يرمي عربيته القديمة او يكهنها ويتحول لعربية او يتحول لنظام جديد عايزين نمشيه عليه. وهو نفسه المحفز ده هو اللي بيخلي شركة صناعة السيارات بعد ما حطت خطوط انتاج اتكلفت مليارات ترمي خطوط الانتاج دي وتبدأ تتحول لخطوط انتاج بشكل تاني باسلوب تاني. فطبعا اي تحول من حال الى حال لازم يكون فيه عروض محفزة. نتمنى الكلام ده يحصل عندنا في مصر. اشكركم لحسن المتابعة، اشوفكم في فيديوهات جاية ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.